خدت الدرس ده بتاع الزاوية المتقابلة بالرأس، تعرف تحل معانا النهارده؟ قبل كده تحل معانا، ماشي؟ يلا كلوا معايا يا شباب، كل بقى ركز معايا. ناخد النهارده إن شاء الله الدرس الثاني في الهندسة اسمه العلاقات بين الزوايا. العلاقات بين الإيه؟ الزوايا. طبعا إحنا درسنا في الدرس الأولاني أخدنا عن إيه زاوية حادة وعن إيه زاوية منفردة وقائمة ومستقيمة وهكذا. وأخدنا الزاويتين المتتامتين لمجموعهم 90، وأخدنا الزاويتين المتكاملتين لمجموعهم 180. وأخدنا الشكل ده اللي هو بتاع الزاوية اللي ب 90 درجة بطرح من 90. وأخدنا الشكل ده اللي أنا بطرح فيه من 180. يعني أول اتنين دول مراجعة. أول يا مستر لما بشوف الشكل ده كده دي زاوية فأنا بطرح من كام؟ من 90. مقسومة على حتتين. شيل منها ال 30 هيديك الحتة اللي باقية. يبقى 90 ناقص 30 ادتني كام؟ 60. ما تروحش تكتب 60 على طول. روح شوف هو مستني منك زاوية ايه او بيطلب منك زاوية ايه. طالب منك زاوية ايه يا سيدي؟ ج ب د. هتمشي مقص مع ج ب د. بص كده ادي ج ب د زي ما احنا متعودين. المقص ده لو قفل يقفل على كام؟ على 60 درجة. يبقى الزاوية دي بكام يا شباب؟ 60 درجة. اتفقنا؟ اتفقنا. الرسمة اللي بعدها. أول ما بشوف الرسمة اللي قدامي دي بطرح من كام؟ 180. ليه؟ لأن الخط المستقيم ده كل الزوايا اللي عليه لازم يكون مجموعها 180. شايف النص دايرة اللي أنا عملتها دي لازم يكون مجموعها كام درجة؟ 180 درجة. من أول هنا لحد نفس الخط 180 إيه؟ درجة. عندي حتة ب 40 وعندي حتة ب 110. الحتة التالتة دي بكام؟ أقول له 180 أشيل منها 40 وأشيل منها 110. يطلع لي كام درجة بالآلة الحاسبة؟ 30 درجة. يبقى مستر الزاوية دي بكام؟ ب 30. ما اروحش أكتب مكان النقط يا يوسف 30 على طول. أروح أشوف المقص اللي هو ماشي عليها مصطفى. قول لي كده يا مصطفى هو عايز زاوية إيه؟ د ب ه. امشي كده د ب ايه؟ المقص اللي بالازرق ده لو قفل يقفل على كام؟ على 30. يبقى دي بكام يا مهند؟ 30 درجة. عايز ثاني حاجة يا مالك قياس زاوية ج ب ه. تعالى نعمل مقص تاني ادي ج ب ه. المقص ده لو قفل هيقفل على 110 زائد 30. هيقفل على كام؟ على 110 زائد 30. يبقى قافل على كام درجة؟ على 140 درجة. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. طب تعال نشوف الدرس بتاعي بيقول ايه بقى؟ بيقول لي الزاويتان المتقابلتان بالرأس. يعني ايه زاويتين متقابلتين بالرأس؟ أول ما تلاقي مستقيم قطع مستقيم بيعملوا حرف ايه؟ اكس. يبقى الزاوية اللي على اليمين قد الزاوية اللي على الشمال بالتقابل بالرأس. يعني يا مستر لو الزاوية دي ب 120 الزاوية دي برضه هتكون بكام؟ 120. يبقى الزاوية اللي على اليمين قد الزاوية اللي على الشمال، والزاوية اللي فوق قد الزاوية اللي تحت. طب حد عارف الزاوية اللي فوق هتبقى بكام؟ هي كده كده قد اللي تحت. جدع ممتاز ب 60 درجة. طب اشمعنى؟ لو أنا جيت بكشكولي كده وقمت مداري على ده. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ أنا داريت على ده. هو مش ده خط مستقيم؟ يبقى كل اللي عليه من أول هنا لهنا مجموعه كام؟ 180 درجة. أنا لسه قايلها لك هنا أهو. من اول هنا لحد نفس الخط ب 180. 180 درجه شلنا منه ال 120 يبقى دي بكام؟ ب 60 درجه. يبقى اللي تحت بكام درجه؟ ب 60 درجه. عشان يبقى الزاويه اللي على اليمين قد اللي على الشمال يا سيف، واللي فوق قد اللي تحت. في اي مشكله في الكلام ده؟ تمام. يبقى اذا تقاطعا مستقيمان هيظهر لي حرف الاكس. يبقى الزاويه اللي على اليمين قد اللي على الشمال بالتقابل بالراس، والزاوية اللي فوق قد اللي تحت بالتقابل بالايه؟ بالرأس. يبقى كل زاويتان متقابلتان بالرأس متساويتان في القياس. كل زاويتان متقابلتان بالرأس متساويتان في الايه؟ في القياس. يبقى إذا تقاطعا مستقيمان فإن كل زاويتان متقابلتان بالرأس مالهم؟ متساويتان في القياس. متساويتان في القياس. بتيجي دايما في أجمل أو في اختر. ويجي سؤال تاني يقول لك طبعا المتقابل بالرأس بيكونوا قد ايه؟ قد بعض. إذا كان قياس زاوية أ ب 60 درجة فإن قياس الزاوية التي تقابلها بالرأس بتساوي كام درجة؟ 60 درجة. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. أي زاويتين متقابلتين بالرأس مالهم يا جنى؟ متساويتين في القياس. طب تعالى نشوف هنا. أنا
عايز الزاويه اللي انا معلم عليها باللون الاحمر، هو مش ده حرف اكس؟ يبقى الزاويه اللي على اليمين قد الزاويه اللي على الشمال، يبقى علامه الاستفهام دي بكام درجه؟ 120 درجه. صح ولا مش صح؟ اتفقنا. واتفقنا يا مستر لو انا عايز اجيب الزاويه اللي فوق دي هعمل ايه يا ملك؟ هقوم جاي مخبي كده، يبقى الزاويه اللي فوق دي كلها بكام؟ 180. هشيل منها ال 120 يبقى دي بكام؟ ودي برضه بكام؟ 60. كلها يا مهند. عندي حرف ايه؟ اكس. يبقى الزاويه اللي على اليمين قد الزاويه اللي على الشمال بالتقابل بالراس، يبقى علامه الاستفهام الزاويه دي بتاعتها بكام درجه؟ 60 درجه بالتقابل بالراس. طب لو انا عايز يا ميرام ركزي معايا، لو انا عايز اجيب الزاويه اللي جنبها اللي فوق دي بكام درجه؟ اشمعنى؟ مش احنا قلنا ان الزاويه من اول هنا لحد هنا زاويه مستقيمه ب 180؟ 180 شيل منها 60 يديني كام؟ يبقى برضه الزاويه اللي تحت دي برضه بكام؟ ب 120 درجه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. في اي مشكله في الكلام ده؟ يمكن ابو نجا في اي حته جاي متاخر ليه؟ بقى ما تتكلمش. يلا معايا في المساله تحتها. ده علامه ايه؟ اكس. بص كده امشي معايا اكس اهو. يبقى الزاويه اللي على الشمال قد الزاويه اللي على اليمين. دي كلها ب 100 يبقى دي كلها ب 100. قال لي منصف، كلمه منصف ده يعني بيقسم الزاويه لزاويتين قد بعض. قال لي ان ده الشعاع ده بيقسم الزاويه، يبقى دي بكام ودي بكام؟ 50 درجه ودي 50 درجه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. نفس الكلام. بص كده دي علامه ايه؟ اكس. الزاويه اللي على الشمال الزاويه اللي على اليمين دي ب 50 يبقى دي كلها ب 50 على حتتين يبقى كل حته بكام؟ اتفقنا؟ في مشكله في الكلام ده يا ملك؟ سهل الكلام ولا صعب؟ سامع معانا في الكلام ده؟ ركز معايا عشان تحل حالك. كله مركز معايا. عطلت في اي مساله فيهم؟ اي حد سرح في اي مساله بيقول لي. حد عطل في حاجه فيهم؟ قول يا جنى. اي واحده دي؟ اللي فوق دي؟ يلا. هو كان ماسح ده كده. ده علامه ايه يا جنى؟ علامه اكس يبقى تقابل بالايه؟ يبقى الراس، يبقى الزاويه اللي على اليمين قد الزاويه اللي على الشمال، اللي على اليمين بكام؟ 60. يبقى اللي على الشمال دي بكام؟ بس خلاص هي دي ب 60. طب لو انا كنت عايز اجيب الزاويه اللي ايه؟ اللي فوق، اتفقنا؟ لو انا عايز اجيب الزاويه اللي فوق، لو عايزها الزاويه دي كلها من هنا لهنا بكام يا جنى؟ 180 درجه، كلها ب 180. اشيل منها كام؟ يتبقى لي كام؟ 120 درجه، دي ب 120 يبقى اللي تحت برضه بكام؟ ب 120. ده لو عايزها. في حد سرح في اي حاجه من هنا اقولها له تاني؟ الشكل ده يا شباب لما بشوفه بطرح من كام؟ 90. الشكل ده لما بشوفه بطرح من كام؟ وعلامه الاكس ده يبقى تقابل بالراس، يبقى اللي على اليمين قد اللي على الشمال واللي فوق قد اللي تحت. ماشي يا هلا؟ تمام. المعلومه اللي بعدها وبتجيلي في اختر على طول وفي اكمل. مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه كام درجه؟ 360 درجه، لان اللفه كلها ب 360. يبقى مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه كام درجه يا سيدي؟ 360 درجه. مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه كام درجه؟ 360 درجه. دايما بتجيلك في اكمل وفي اختر. اتفقنا؟ محفوظه. تعال نشوف بقى السؤال زي ده كده. هو انت اول ما بتشوف الشكل ده بتطرح من كام قلت لي؟ طب لما بشوف المستقيمه دي بطرح من كام؟ اول ما تشوف لي بقى الشكل بتاع ده كله الدايره ده 360، يبقى انا كده هطرح من كام؟ حته ب 130 وحته ب 120، يبقى الثالثه بكام؟ 360 ناقص 130 ناقص 120. اعمل بالقلم حاسبه، كله بيعمل وبيقول لي. كله بيعمل، اللي معاه القلم حاسبه كله بيعمل وبيقول لي. معاه حاسبه يلا كله شغال وبيقول لي. كله شغال. اتفقنا؟ اللي بيعمل في دماغه لازم يتاكد بعدها بالقلم حاسبه. اتفقنا؟ يبقى طلعت بكام درجه؟ 110 درجه. في اي مشكله في الكلام ده؟ 360 اشيل منها 130 واشيل منها 120، اللي انت قلت عليه دول 250. لسه هتطرحيهم من ال 360 فهيبقى لك 110. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ تعال نشوف بقى المقص اللي هو عايزه. عايز ايه؟ ب د ج. امشي كده معاه في المقص. ب د ج. المقص ده اخر على كام؟ 110 درجه.
عشان ما يضحكش عليا يا امين، ماشي؟ يلا معايا نفس المسألة، أنا أول ما بشوف المكعب ده ولا المربع ده بعمل كام؟ 90، صح الكلام كده ولا مش صح؟ المربع الأسود ده 90 درجة زاوية قائمة. يبقى اللفة دي كلها ب 300 أشيل منها كام؟ 90 و120. عشان تحسبها يا أمين؟ جدع 150. يبقى 360 أشيل منها كام؟ 90 وأشيل منها تاني كام؟ 120 يتبقى لي كام؟ 150 درجة. يبقى دي كده ب 150. تعال نشوف المقص اللي هو عايزه. اهم حاجه ما تكتبش 150 على طول مكان النقط. اعرف هو عايز ايه. ب ت ج ب ت ج يبقى كام يا مي؟ 150 درجه. الآلة الحاسبة شغالة معاك وطلع لي الناتج ده. اللفة دي كلها بكام؟ أشيل منها كام؟ 90 و50 و70. وقول لي الناتج طلع بكام؟ كله شغال بالآلة الحاسبة، محدش يقول لي ناتج الا لما يكون متأكد منه مليون في المية. 150. كله بيطلع بالآلة الحاسبة وبيشتغل وبيقول لي طلع كام؟ تعال نشوف. 360 أشيل منها كام يا مريم؟ 90. وأشيل منها تاني كام؟ وأشيل منها تاني كام؟ طلع لي الناتج بكام في الآخر؟ ب 150 درجة. بدي كده 150. تعال نشوف عايز أزود إيه؟ ألف م ت. المقص ده يقفل على كام درجة؟ 150 درجة. اتفقنا؟ طب تعال نشوف بقى المسألة دي. مفيش عليها أي زاوية. أخدنا الزاوية دي قبل كده مع بعض. بص كده معايا. جدع ممتاز كمل. بصوا معايا كده، بصوا معايا كله معايا. كله معايا أساس بزاوية. معانا آية. عندي مجموعة زوايا متجمعة حول نقطة 360 درجة، فجاب لي الشكل ده. أول حاجة أنا أخدت الحتة دي بس كده يا مستر في الدرس اللي فات. الزاوية الإيه؟ الناس اللي بتتكلم. مش عايز كلام وتركز معايا. الزاوية دي كلها بكام درجة؟ لأن من أول هنا لحد هنا 180. هنشيل منهم الكام؟ 90. هيتبقى لي كام؟ 90. ما هو 180 ناقص 90 يديني 90. على الاثنين اللي قد بعض يبقى كل واحدة فيهم بكام؟ يبقى دي ب 45 ودي ب 5. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يبقى أنت الرسمة لو مضايقاك شوف خط مستقيم وتبقى الزاوية زاوية 180 درجة. مش عايز كلام يا بوي. مين اللي مش فاهم؟ أنا لسه عندي اتنين بيقولوا مش فاهم. تمام؟ تمام. يبقى أنا عملت كده طلعت زاوية مستقيمة أهي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ الزاوية المستقيمة بكام درجة؟ 180 درجة. شلنا منهم ال 90 يبقى لي 90 على الاثنين يبقى كل واحدة بكام يا ياسين؟ 45 درجة. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى أنا الزاوية دي ب 45. تعال نشوف عايز زاوية ايه؟ عايز زاوية أ ب ج. تعال نخليها دي أ ج ب. عايز زاوية أ ج ب. امشي كده على أ ج ب. أ ج ب. طلع بكام درجة؟ 45 درجة. طب بعد كده عايز زاوية ايه؟ عايز زاوية ايه؟ ه ج واو. ه ج واو بكام؟ اشمعنى؟ زاويتين متقابلتين بالرأس. طب فين المستقيمين يا مستر اللي داخلين في بعض اهو؟ بص كده لازم تبقى لماح بقى. ده داخل كده مش عايز كلام يا شباب بعد اذنك. ده علامة اكس اهي. يبقى الزاوية اللي على اليمين قد الزاوية اللي على الشمال. دي ب 45 يبقى اللي قدامها بكام؟ 45 درجة بالتقابل بالايه؟ بالرأس. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. تعالى نحل دي. اللفة دي كلها بكام؟ اللفة كلها بكام يا رويدة؟ طلع لنا الحاسبة يا رويدة واشتغل. 360 اشيل منها اللي معلوم. اشيل منها 90 واشيل منها 150. اتبقى لي كام بالآلة الحاسبة؟ 120 مقسومة على 2 قد بعض. يبقى كل واحد فيهم بكام؟ يبقى دي ب 60 ودي ب 60. يبقى انا بشيل اللي معلوم. اللفة كلها بكام يا سما؟ 360. اشيل منها اللي معلوم. مين اللي معلوم يا سما؟ واشيل منها تاني كام؟ يبقى 360 اشيل منها 90 واشيل منها 150. يبقى لي كام؟ قسمتهم على الاثنين اللي قد بعض يبقى كل واحده فيهم بكام؟ يبقى دي ب 60 ودي ب 60. تعال نشوف يا ياسين المقص اللي هو عايزه. عايز مين؟ قياس زاويه ب م ج. ب م ج. المقص ده يدخل على كام؟ على 60 درجه. ايه مشكله في الكلام ده؟ سهل الكلام ولا صعب؟
هنا عايز مني قياس زاويه الف ميم ه. الف ميم ه، المقص ده عايز يقفل على الزاويه دي. الزاويه دي بكام؟ 80 ليه؟ اشمعنى 80؟ حد قال لك ان دي قد ايه ولا حاجه؟ 70 ممتازه. بصوا معايا يا شباب على التقابل بالراس، بصوا كده معايا. شايف المستقيم ده؟ ما انا عيني بقى على التقابل بالراس بقى يا شباب. صح ولا مش صح؟ شايفه؟ وشايف المستقيم ده؟ عاملين علامة ايه؟ اكس، صح ولا مش صح؟ يبقى الزاوية اللي على اليمين قد الزاوية اللي على الشمال، والزاوية اللي فوق قد الزاوية اللي تحت. هي الزاوية اللي فوق دي كلها بكام؟ 150. يبقى اللي تحت دي كلها بكام؟ 150. 150 شيل منها ال 80 يتبقى لك كام؟ 70 درجة. يبقى اللي فوق كلها ب 150 واللي تحت برضه كلها ب 150. شلنا منهم ال 80 يا استاذ يوسف يبقى لي كام؟ 70 درجة. هو عايز قياس زاوية ألف ميم ه اللي هي ب 70 درجة. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طبعا. طب تعالى نشوف، وعيني برضه على المقص. فين يا عم المقص؟ ادي يا عم حرف الاكس اهو، ادي مستقيم اهو على استقامته. وادي المستقيم اهو، اهم حاجة يكون على استقامته ما يكونش مكسور ولا أي حاجة. شايف علامة الاكس ولا مش شايفها؟ يبقى الزاوية اللي فوق كلها قد الزاوية اللي تحت دي كلها. هي دي بكام؟ كام يا مهند؟ وبيقول لك دي قد دي، يبقى دي برضه بكام؟ 55 و55 يبقوا كام؟ 110. يبقى الزاوية اللي فوق دي برضه بكام؟ 110. تعال نشوف هو عايز زاوية ايه؟ عايز زاوية ج واو ب، ج واو ب، المقص ده بيفرق على كام يا مريم؟ 110. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ عينك تبقى لامحة المقص ده على طول، تقابل بالرأس، اتفقنا؟ طب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 8. برضه نفس الكلام باين، برضه عيني على المقص. تعال نشوف، انا شايف يا مستر ان في مستقيم اهو. وشايف ان في مستقيم اهو، صح ولا مش صح؟ مبدئيا يا مستر كده الزاويه دي ب 50 يبقى الزاويه دي برضه بكام؟ بالتقابل بالايه؟ بالرأس، اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طب بقول لك يا مستر، هو مش انت قلت لي الزاويه المستقيمه ب 180 صح يا ملك؟ هو انا لو دريت ده يا ملك بقت زاويه مستقيمه ولا لا؟ بقت زاويه يا مريم مستقيمه. يعني من اول هنا لحد هنا بكام؟ 180. 180 اشيل منها الحته اللي معلومه يا ملك يا بودي، يبقى لي كام؟ 130. اقسمها على الاثنين يبقى كل حته فيهم بكام؟ 65. يبقى دي بكام يا ريتاج؟ 65. ودي بكام؟ 65. تاني انا علمت على المقص باللون يا ريتاج الازرق. يبقى الزاويه دي قد الزاويه دي بكام؟ 50. يبقى دي بكام؟ 50. ممكن ده بكده. الزاويه اللي فوق دي كلها يا ريتاج المفروض تكون بكام؟ 180. 180. 180 يا نور شلت منها ال 50 يبقى لي كام؟ 130. قسمتهم على الاثنين اللي قد بعض يبقى كل حته فيهم بكام؟ ب 65. تعال نشوف يا استاذ ياسين المقص اللي هو عايزه. الف ميم ج، عايز قياس زاويه الف ميم ج. فين الالف؟ ادي الالف. ميم ج، بص كده معايا. الف ميم ج. المقص ده لو قفل يقفل على كام؟ 50 زائد 65 يبقى كام؟ 115 درجة. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ 115 درجة. تعال نشوف المسألة اللي بعدها يا جنى. مش معلوم فيها أي حاجة. بس معلوم إيه؟ أنا شايف إن في 3 زوايا قد ومالهم دول يا مريم؟ لو أنا عملت كده يبقى هما إيه؟ على استقامة واحدة، يعني الزاوية دي زاوية مستقيمة بكام درجة؟ 180 درجة. على الثلاث حتت يبقى كل حتة فيهم بكام؟ ركز معايا سؤال. أنا رسمت أهو، رسمت هنا جيت على الكراسة بتاعتي وقمت جاي مداري الحتة دي. يبقى دي كلها زاوية مستقيمة بكام درجة يا مرام؟ 180 على الثلاث حتت يبقى كل حتة بكام؟ يبقى دي ب 60 ودي ب 60 ودي ب 60. 60 و60 و60. تعال نشوف هو عايز ايه. عايز قياس زاوية ايه؟ د م ب. د م ب. والله يا مستر انا ممكن ادري الحتة اللي فوق. ممكن اجاوب بكذا طريقة. لو انا مش دريت الحتة اللي فوق يبقى الحتة اللي تحت دي كلها بكام؟ 180 اشيل منها كام؟ يديني كام؟ ممكن واحد يجيبها بالتقابل بالرأس، ده مع ده
60 و60 120 فاللي تحت برضه 100. وممكن اداري كده واجيبها بالزاويه المستقيمه يا مريم، دي كلها بكام؟ 180. اشيل منها 60 يبقى لي كام؟ عشان دي كلها بكام؟ ب 180. يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 120 درجه. اتفقنا؟ اصعب واحده اللي جايه دي. عايزين نركز بقى مع بعض كده ونفهم. يلا يا مريم. ماشي يا امين. سهله؟ طب تعال نشوف الاول المقص عشان ما تبقاش ايه؟ صعب علينا. المقص بيسهل عليا الدنيا كتير. تقاوم بالراس. جيت على المستقيم ده لانه نازل على امتداد اهو. قمت معلم. صح ولا مش صح؟ وجيت على المستقيم ده لانه ماشي على امتداد اهو. قمت موصل. ده حرف ايه؟ اكس. الزاويه دي بكام يا سما؟ 60. يبقى دي كلها بكام؟ مقسومه على حتتين قد بعض. يبقى دي بكام؟ ودي بكام؟ طب ايه؟ ماشي اهو. يبقى دي ب 30 ودي بكام؟ ب 30. طب انت واخده بالك يا سعاد ان دي بكام؟ هي ب 90 على مين؟ من اول هنا لحد هنا. 90 يا ميرام، اخدنا منهم حته ب 30 يبقى الباقي بتاعها كام؟ تاني الحته بتاعت دي. احنا قلنا عملنا المقص بتاعي تقابل بالراس 60 يا ياسين. يبقى دي كلها بكام يا ياسين؟ ب 60. مقسومه على حتتين يا ماء. يبقى كل حته بكام؟ ب 30. جيت لقيته يا مستر عامل لي 90. بس 90 من اول فين لفين؟ من اول هنا لحد هنا. يعني الزاويتين دول مجموعهم 90. حته فيهم ب 30. يبقى الحته الثانيه بكام؟ يبقى انا عندي 30 و30 و60. حد يعرف الزاويه الباقيه دي بكام؟ يا مستر ما هي دي زاويه مستقيمه. المفروض يكون مجموعهم من اول هنا لهنا يكسب كام؟ 180. 180 شيل منها 30 وشيل منها 30 كمان وشيل منها 60. يبقى لي كام درجه؟ 60 درجه. شلت 30 و30 و60 طلع لي كام درجه اللي باقيه؟ 60 درجه. وعايز زاويه ايه؟ وعايز زاويه ايه؟ ح ه ب. ادي ح ه ب يبقى بكام؟ فاهم مشكله في الكلام ده؟ فاهم مشاكل فيه؟ سهل الكلام ولا صعب؟ لازم تركز كويس جدا وانت بتحل بين شويه حاجات. الشكل ده لما بشوفه بطرح من كام؟ 90. الشكل ده لما بشوفه بطرح من كام؟ 180. الشكل ده يا ملك لما بشوفه بطرح من كام؟ 160. الرسمه بتاعتك عينك عليها لما تبقى في لفه كبيره انت مش واخد بالك وتمسك زاويه مستقيمه داري عليها لان لازم يكون مجموعها 100. زي ما شفنا مثلا هنا كنت عامل كده يبقى دول كلهم مجموعهم كام؟ زي ما شفت هنا كنت عامل كده مثلا دول كلهم مجموعهم كام؟ دي ب 55 دي ب 55. ممكن اجيب دي على فكره ب 70 ومنها اقوم جايب اللي جنبها برضه بالزاويه المستقيمه. اتفقنا؟ يبقى الزاويه المستقيمه عندي مهمه جدا بتحل حاجات كتير. اقوم واقف كده مداري ويبقى كل اللي فوق ب 100 او كل اللي تحت ب 180. اول ما تعمل اي خط قدامك يبقى كل اللي عليه بكام؟ ب 180 خط. يبقى كل اللي عليه بكام؟ 180. ومجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه كام درجه؟ 360 درجه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا.